عشان لما اقول لك ان ماتش الاهلي وانتر ميامي ده اسهل ماتش الاهلي في المجموعه تبقى تصدقني يا معلم. شفت الاداء بتاع بالميراس، شفت اداء بورتو عامل ازاي، اتفرجت على الماتش؟ لو ما اتفرجتش على الماتش لازم تتفرج عليه عشان تشوف احنا رايحين ليه. انت رايح لمستوى كرة مختلف، رايح لريتم مختلف، رايح للعيبه مختلفه خالص عن انتر ميامي. سرعات، ريتم عالي، كل اللي انت عايز تقوله قوله. اللعيبه بتلعب امبارح 90 دقيقه، ريتم عالي. انت بتتكلم، انت عليت الريتم في الشوط الاول في مباراه انتر ميامي، الشوط الثاني اللعيبه مش قادره تقف على رجليها. طب هتعمل ايه مع اللعيبه اللي لسه صغيره في السن؟ احنا بنسمع 18 سنه و17 سنه و20 سنه 22 سنه. اللعيبه كلها يعتبر صغيره في السن، رتمها عالي، لعيبه سريعه، لعيبه كورتها حلوه. انت بتلعب في يعني ايه، يعتبر كده مع الدرجه التانية في العالم. يعني مثلا لو قلنا ريال مدريد بايرن ميونخ الكلام ده درجه اولى، فانت بتلعب مع الدرجه التانية. يعني انا مش عارف، بس الواحد ان شاء الله متفائل. زي ما عملنا اداء كويس قدام انتر ميامي في الشوط الاول، نقدر نعمل اداء كويس قدام بالميراس. معاك لعيبه كبيره، معاك لعيبه مختلفه، معاك لعيبه سريعه، معاك لعيبه كورتها حلوه. كل الكلام ده بقى موجود عندك في الفرقه. فاتوقع ان ريبيرو هيعمل مباراه كبيره. اتوقع ان ريبيرو هيلعب بتشكيل مناسب للمباراه دي. لازم تعتمد على اللعيبه اللي كورتها حلوه، لازم تعتمد على اللعيبه السريعه، لازم تعتمد على اللعيبه البدني بتاعها عالي. وده اهم حاجه، وخصوصا انت هتلعب الساعه 12 بتوقيت امريكا، وقت صعب جدا. وخصوصا نسبه الرطوبه عاليه هناك. تقريبا في امطار وكلام من ده يوم الخميس الجاي في امريكا، في المكان اللي الاهلي هيلعب فيه، اللي هي مش عارف جيرسي دي. بس يعني الواحد متفائل خير باذن الله، الاهلي يقدر يقدم حاجه كويسه. المدير الفني يقدر ان هو يقرا المنافس بشكل كويس، وخصوصا ان هو شفت المباراة اللي بين الاتنين، يعني الاتنين منافسين اللي باقيين لك في المجموعة. فلازم تبني على كده، ولازم تبني على الايجابيات اللي انت قدمتها في مباراة انتر ميامي. طبعا شفنا ايجابيات كتير في الملعب، شفنا لعيبة كتير قدمت اداء كويس قوي، زي مروان عطية، زي ياسر ابراهيم، زي حمدي فتحي، زي تريزيجيه، زي بن رمضان، زي زيزو، زي وسام. كل اللعيبة كانت كويسة جدا على فكرة يوم مباراة انتر ميامي، لولا بس عدم التوفيق والأنانية في بعض الأحيان. وزي ما اتكلمنا قبل كده في الفيديوهات اللي بعد المباراة يعني. بس ممكن تبني على الإيجابيات دي، وممكن تشتغل على نقط التحولات اللي انت اشتغلت عليها. الأهلي كان بيعملها بشكل كويس أوي على فكرة، وكنا بنوصل بسرعة جدا للمرمى بتاع الخصم. فأتمنى إن احنا نشتغل كويس، أتمنى ندرس بالميراس كويس، ونقدر إن احنا نعمل نتيجة كويسة مع بالميراس عشان نقدر نتأهل لدور ال16. السلام عليكم.